في فيلم هيبتا سارة قالت لمحمد ممدوح: الحب بتاعك ده اللي بيقع منه ما بيقومش، واللي قام بيطلع عقده على اللي بعده. الجملة دي حقيقية جدا. في ناس فعلا أول ما بيتكسروا في علاقة بيقوموا منها، بس مش زي الأول، بيقوموا شايلين وجع وخوف وشك وبيطلعوا ده كله على اللي بعدهم. المشكلة مش في الحب اللي وقع، المشكلة في الإنسان اللي موقفش وقفة وعي بعد الوجع، اللي خاف من التجربة بدل ما يتعلم منها. كل تجربة مؤلمة محتاجة تعافي قبل ما نبدأ من جديد، لأننا لو ما تعافيناش هنظلم اللي بعده وهنظلم نفسنا كمان. الناس بتفتكر ان التعافي يعني انسى واكمل، لكن الحقيقة ان التعافي يعني افهم انا كنت ايه واتعلم انا محتاج ايه، وابدأ من نقطة وعي مش نقطة احتياج. افهم انا بدخل علاقة ليه اصلا، يعني ما ادخلش علاقة علشان املى فراغ او اعوض نقص او اثبت لنفسي اني لسه مرغوب. ادخل علاقة بعد ما اكون فهمت اللي قبليها، استوعبت دروسها وسامحت نفسي، وبقيت داخل بروح جديدة بنية جديدة، مش شايل القديم في قلبي وانا رايح ابدأ من تاني. العلاقات مش اختبار لقدرتك على النسيان، هي اختبار لقدرتك على النضج بعد الخسارة. في نهاية اي علاقة اسأل نفسك سؤال: هل انا بقيت اصدق مع نفسي اكتر؟ هل بقيت فاهم انا عاوز ايه من اي علاقة؟ لو الإجابة أيوة فدي كانت علاقة علمتك، لو الإجابة لأ فده معناه إنك لسه محتاج تتعلم وتتعافى. خليك واقف على أرضك، شوف نفسك، شوف الناس قبل ما تحاول تشوف الحب من تاني. العلاقات مش عشان نكمل بيها نقصنا، العلاقات علشان نلاقي فيها راحة إننا نكون نفسنا ونتقبل اللي قدامنا زي ما هو من غير تمثيل ولا خوف. لما تنتهي أي علاقة بتقعد مع نفسك وتحدد أولوياتك في أي علاقة علشان العلاقة اللي بعدها تبقى أنجح. العلاقات مش للنجاة، العلاقات للراحة.